قالت لأهله ما كانوش مصدقين. لما خرج وروح البيت أهله اعتذروا له لأنهم ما كانوش فاهمينه، ورجع لحياته الطبيعية وبدأ يتحسن. وفي يوم لقى الباب بيخبط ولقى قدامه باتريك وسام، ولما خرجوا سوا حكوا له عن تجربتهم في الكلية وكانوا مبسوطين، وقالوا له إن هو وحشهم جدا. وخرجوا يتمشوا سوا بالعربية، وسام قالت له إنها لقت الأغنية اللي كانوا بيدوروا عليها لما سمعوها وهم في النفق المرة اللي فاتت وشغلوها، وتشارلي كان مبسوط جدا وخرج من فتحة السقف وساب نفسه للحياة. وسام قربت منه وبسته وبيحكي وبيقول إن مهما كنت حزين أو حصلت لك ظروف صعبة وفاكر إنك عبارة عن قصة حزينة، ما تستسلمش، لأنك عايش والدنيا دي كلها ملكك. والوقت اللي بتقضيه مع أكتر ناس بتحبهم في حياتك هو اللي بيدي لحياتك طعم، وبتحس بعدها إنك خالد ومش هتموت أبدا. وبكده يكون فيلمنا خلص. لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك، ولو لسه ما اشتركتش أشجعك جدا تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. أشوفكم في فيلم جديد وفيديو جديد مع ملك الأفلام.